إن لو جه لحضرتك حالة أو مريض وقال لحضرتك يا دكتور أنا عايز أعمل عملية تحويل مسار زي ابن خالتي، للأسف اللي هي الجزئية بتاعت زي فلان، بس حضرتك شايف إن لأ هو مثلًا من 30 ل35، فبالتالي لأ هو مش محتاج تحويل مسار، هنا حضرتك تقنعه إزاي؟ لأن أنا شايف إن الدور الأكبر الإقناع للمريض. لازم اشرح له طبيا العمليه دي بتعمل ايه والعمليه دي بتعمل ايه، فهو لازم يفهم ان هي ما هياش اختياري قوي زي ما الناس فاهمه، لان هتتضر لو عملت تحويل مسار، هتتضر، فملهاش معنى ان انت تعمل حاجه تضرك. احنا عاوزين نعمل حاجه تصلح صحتك مش تضرك. فبنفهمه الضرر هيجي ازاي والفايده هتيجي ازاي، وبالتالي بيقتنع بالموضوع. هو ده برضو يجرنا لنقطه مهمه قوي يا هشام. هل المريض بيختار العمليه ولا ما بيختارش العمليه؟ دي مهمه جدا. اختيار العمليه ده في عوامل كتير جدا بتتحكم فيه. يعني اولا سن المريض، ثانيا طبيعه حياه المريض، الاكتيفيتيز اللي هو بيعملها وعايش بيها، طبيعة مهنته ممكن تكون طبيعه بتفرق. مهنته. في واحد قاعد على مكتب، لا في واحد مهندس بينزل طول النهار بيلف في مشاريع في الصحراء على بريمة بترول. في واحد مدرس طول النهار واقف في الكلاس بتاعه من الساعة 8 الصبح للساعة 3 الظهر. في واحد بيشتغل لحد الساعة 12 بالليل، في واحد بيروح الساعة 2 الظهر يقعد في بيته قدام التلفزيون. كل دي حاجات بتفرق جدا في اختيار العملية.